ما هي رسالتك للزوج البثر اللي أغث زوجته وغث أهله وغث بيته وما غير طالع مشاكل داخل مشاكل، يتذمر، ينتقد كل شيء، يشتكي من كل شيء، لا شافت معه سعادة ولا شافت معه كلمة حلوة ولا بسمة حلوة. أنا أقول يا شيخ، المرأة خلقت للاستقبال، تعطيها خضار ترجع لك وجبة، تعطيها نطفة ترجع لك ولد، تعطيها هم ترجع لك غم ونكد وحزن. هذا ما غير همها ونكد عليه حياتها. تعطيها هم ترجع لك سرور من صبرها. لكن وش تقول له؟ أقول هو والله يهديه، وإن لم يهتد إن الله يأخذه على من وجه الأرض. آمين. ويزيله ويزيل أمثاله. آمين. اللي ما يكرم بنت الكرام الله كريم. يا سلام. بنت الرجال، المرأة كريمة، لا يكرم العرب، لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. المرأة تاج على رؤوسنا، المرأة صنعت رجال، الأمة مدرسة إذا أعددت شعبا طيب العراق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يقول شوقي وأهدة وهب للبرايا يد بيضاء طوقت الرقابة. اللي أنجب خالد بن الوليد وطارق بن زياد وقبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأشكر المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا، وتدل على نذالة الرجل وحقارة الرجل. عطه تكفى لا تخليه أبو عبد الله. والله يسقط من عيني يا شيخ إذا سمعت أن الرجل يسيء إلى امرأة. يا أخي في إمساكم بإحسان يعني معروف أو تسعهم بإحسان. يا أخي التعامل، شوف، البسمة صدقة، العطاء صدقة، ترى هي أمانة في العناق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بجنس بشري وصنف إلا بالمرأة. 5 حديث. السلام. يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، القوارير طيب ترى عطر. صحيح. الثاني قال النساء شقائق الرجال. صحيح. قال الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال وهو معممها فاطمة بضعة مني، يعني من قلبي. يا سلام. اشعر بنتك أنت وأنت تتعامل مع زوجتك أن ترضى بنتك عند الناس يهينها إنسان. لا والله. نعم. فأنا أحذر. والحمد لله بشرك أصبحت. وهي دعوة من الشيخ عايض القرني اللي يغث زوجته الله ياخذه من على وجه الأرض. الله ياخذه ويريحنا منه. آمين. وبشرك بشيء وهذا معلومة خاصة ما تنشر إلا لمن يسمعنا. هنا أصبح النظام الحوكمة الجديد في الدولة أن أي امرأة علشان تأخذ المرأة قوتها ترفع مباشرة، يؤخذ هذا الزوج ويحاسب مباشرة. سلام. أبشرك. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. عزم سلمان الدهر والذيب عاوي الله أن ترفع مع العالم مقام. آمين. يمسي الرجال في البشت الحساوي يصبح الرجال ملبوسه بجامة. سلام. صح لسانك وبيض الله وجهك. وهي رسالة إلى كل ذكر مو برجل. نعم. نسأل الله أن يكفينا شر كل مؤذي. آمين. وهذا ما يجي يقول أسد علي وفي الحروب. نعم. ترى اللي في البيت على امرأتي أسد، ترى الدجاج تنصقع في الشارع. أنا وفي مجالس الرجال. نعم. ولا يسوى التالية من الغنم وليس له احترام ولا قيمة. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله. والله يرجونه أن يتواضع للمرأة.